ابغى اشكر الشعب المغربي وعلى لساني ولسانك ولسان الكابتن. نعم تفضل. انه يعني مثال للكرم والتواضع والحب اللي يربط الشعوب رغم تدليس البعض والإساءات المستمرة على هذه البطولة قبل أن تبدأ هذه البطولة. من العالم الآخر، من العالم الآخر، من الأخير. أقول لك لا تلف الدور، عطني العالم الآخر. هم الآن شغالين على البطولة هي فقط وانتهى. بلغت عدد إجمالي الطائرات اللي تنزل في المغرب وتقلع أكثر من 550 طائرة. رقم كبير. يعني على مستوى المطارات بشكل متوافق مع لتلبية حضور الجماهير إلى المغرب والمشاركة، سواء كان الحضور السياحي أو الحضور لكرة القدم ومتابعة المباريات. راح نشوف نحن، أقول لك إياها بكل صراحة، أنا قبل ما تختم أبغى أشكر الشعب المغربي وعلى لساني ولسانك ولسان الكابتن. نعم تفضل. إنه يعني مثال للكرم والتواضع والحب اللي يربط الشعوب رغم تدليس البعض والإساءات المستمرة على هذه البطولة قبل أن تبدأ هذه البطولة. من العالم الآخر، من العالم الآخر، من الأخير. أقول لك لا تلف الدور، عطني العالم الآخر. هم الآن شغالين على البطولة هي فقط وانتهى. بكم مشاهدينا الكرام، محمد تقي الجانب الإيجابي يركز على قيم الكرم والضيافة في المغرب. هذا الخطاب يهدف إلى تهدئة الأجواء والتركيز على البعد الإنساني والشعبي بعيداً عن التوترات السياسية. عبد الله الكعبي الجانب النقدي يستخدم مصطلح الأخبار الكاذبة فيك نيوز ويشير إلى العالم الآخر، وهي إشارة ضمنية إلى الآلة الإعلامية التي تحاول تصوير الواقع بشكل مغاير لما يحدث على الأرض. الإشارة لحديث المراسل مع المشجع هي محاولة لتقديم دليل مادي يدحض الرواية الرسمية أو السائدة في الطرف الآخر. ثانياً، تفكيك الواقعة الصحفي والمشجعين. عند تحليل فيديو يصور صحفياً يحاور مشجعين من بلده في بلد مستضيف المغرب بينهما توتر سياسي، يجب الانتباه للنقاط التالية: سلطة الميكروفون. الصحفي غالباً ما يوجه الأسئلة لاستنطاق المشجع بما يخدم الخط التحريري لقناته. إذا كان المشجع يشيد بالاستقبال، قد يواجه الصحفي مأزقاً إذا كانت تعليماته تقضي بإظهار صورة سلبية. عفوية المشجع مقابل أجندة الإعلام. المشجع في الغالب يبحث عن المتعة والرياضة، وشهادته عن حسن الضيافة هي شهادة ميدانية تصطدم أحياناً بالأجندات السياسية التي تحاول تسييس كل حركة وسكنة. الفجوة بين الشعوب والسياسة الواقعة تثبت أن الدبلوماسية الشعبية، تعامل المغاربة مع الجزائريين في الشارع، تتفوق غالباً على الدبلوماسية الرسمية. ثالثاً، التحديات المنطقية والأسئلة الحرجة. بصفتي مساعداً للتفكير النقدي، لا بد من طرح تساؤلات لتجنب الانحياز. هل العين ممثلة؟ هل لقاء مع مشجع واحد أو اثنين يكفي للحكم على حالة عامة؟ الإعلام غالباً ما يستخدم الجزء للتدليل على الكل، تعميم، وهذا خطأ منطقي يجب الحذر منه. ما هو الغرض من البرنامج الإماراتي؟ دخول طرف ثالث، الإعلام الإماراتي، لتحليل علاقة مغربية جزائرية يحمل أبعاداً جيوسياسية. هل الهدف هو الوساطة وإظهار الحقيقة، أم أنه جزء من اصطفاف إعلامي معين؟ مفهوم الأخبار الكاذبة. الكعبي وصف الأخبار بأنها قادمة من العالم الآخر من الناحية المنطقية. الحقيقة في النزاعات السياسية غالباً ما تكون ضحية، وكل طرف يمتلك حقيقته الخاصة بناء على ما يعرضه إعلامه. رابعاً، وجهات نظر بديلة. المنظور السوسيولوجي. يمكن رؤية هذه الواقعة كدليل على صمود
الروابط الثقافية. المغرب العربي أمام الهزات السياسية العنيفة. المنظور الإعلامي النقدي. قد يرى البعض أن تضخيم هذه الواقعة في برنامج إماراتي هو صناعة محتوى ترند يعتمد على استغلال الخلافات الإقليمية لزيادة المشاهدات. الخلاصة: المشهد يظهر فجوة عميقة بين الواقع المعاش، شهادة المشجعين والترحيب المغربي، والواقع المتخيل الذي تصنعه بعض المنصات الإعلامية. البرنامج الإماراتي هنا يحاول لعب دور كاشف الزيف عبر تسليط الضوء على التناقض بين تصريحات المشجعين العفوية وبين الخطاب الإعلامي الرسمي المحرض.